محمد من الولايات المتحدة الأمريكية، بقاله 8 سنوات في أمريكا، وأصلا من أصل مغربي. خد كورسات كتير في كيميني كوليدج، وخد كورسات كتير داخل أمريكا وخارج أمريكا. تعال نشوف كده محمد بعد 2.5 فقط لا غير بيقول إيه. هو طبعا في مدرسة فكر جديدة، هي مدرسة الفكر الخاص ببروفيسور الدكتور كرم أنيس. تعال نشوف كده بعد 2.5 اتغيرت حياته إزاي وبيقول إيه. تعال نشوفه كده محمد بيقول إيه. السلام عليكم، مساء الخير. محمد، عندي 7 أو 8 سنوات في أمريكا. لما وصلت أمريكا دخلت كوميونيتي كولج لفترة قصيرة من أجل تعلم اللغة. طبعا لكل مهاجر قصته وظروفه. غادرت لذلك السبب، غادرت كوميونيتي كولج، توجهت للحياة والعمل. وطبعا كان دائما حاجز اللغة كان دائما أمامي للأسف، وضيع علي فرص كثيرة. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. فكنت أكسب لغتي ببطء من التلفزيون أو التواصل مع الناس في الشغل أو دروس بعض الكورسز أونلاين. ومع اللكنة الفرنسي كانت صعبة شوية صراحة، لست راضي عن نفسي. الكورسات كثيرة على السوشيال ميديا، لحد ما شفت الدكتور كرم أنيس، قلت يلا خليني أجرب وأشوف يعني وش راح يكون. فالحمد لله، أول محاضرة فعلا انبهرت. كمية المعلومات كثيرة فعلا، يعني مهما كان مستواك مبتدئ أو متوسط أو قوي في اللغة، أكيد راح تستفيد وراح تاخذ حاجة أخرى مع الأستاذ كرم أنيس البروفيسور. راح تاخذ حاجة جديدة يعني. المعلومات اللي تاخذها مع الدكتور مش لغة فقط، وإنما لغة، ثقافة، قوانين البلد، عقلية الغرب، طريقة تفكير وطريقة العيش. يعني أنا شفت مع الدكتور حاجات وقوانين لم أشاهدها خلال فترتي منذ دخولي أمريكا يعني الصراحة، ولو لم أتمكن إني أشوفها في حاجات كذا يعني. فالحمد لله، يعني لما تتعلم القوانين تكتسب ثقة أكبر ويقل خوفك. طبعا الخوف وليد الجهل. ومع الدكتور انه لا يبخل بالمعلومات، انسان معطاء، شخصية تنشر الطموح، تخليك تراجع حساباتك المستقبلية وبرامجك وافكارك، يعني زي ما تقول يعمل لك مايند ريسيت. هذا كله وانا عندي فقط 2.5 شهر مع الدكتور. So when there is a will, always there is a way, and here's the way. Good luck and السلام عليكم. الله يوفقكم جميعا. شكرا محمد، شكرا. طبعا معلومات محمد دلوقتي في 2.5 شهر اكتر بكتير جدا، فرق كبير جدا بالناس هنا، حتى بقاله 40-50 سنه في امريكا. انا ما عنديش اصلا الكلام دوت. انت بقالك قد ايه في امريكا؟ والله لو 40-50 سنه، والله حتى لو بتشتغل ايه، مفيش مستواك متقدم، مستواك متوسط، هقعدك قصادي هسمعك كلام غريب جدا جدا، لان انا عارف مستواك وعارف مستوى عقليتك كعقليه عربيه. انا عارف انت ايه، وعارف مستوى تفكيرك ايه، وعارف دماغك ممكن تتكلم في ايه وما تتكلمش في ايه. فحافظك، انا حافظك، عارف انت نقاط ضعفك ايه. اشكركم. معكم بروفيسور دكتور كرم أنيس، ومدرسه جديده في تعليم اللغه الانجليزيه على مستوى العالم. اشكركم. نتذكر دائما knowledge is power، المعرفه قوه. Thank you. باي باي.